تعرف إنك ممكن تسيب العلاقة الصحية وترجع للأذى بس علشان ده اللي جهازك العصبي فاهمه؟ العلاقة الصحية مش بس بتخليك مرتاح، دي بتعيد ضبط جهازك العصبي. بدل ما تعيش فايت اور فلايت وقلق وتوتر واستعداد دايم انك تتوجع، بتخليك في حالة سيفتي. مش بس احساس، ده بيغير كيمياء المخ فعليا. الدوبامين يبطل يربطك بالدراما، والاكسيتوسين بيبدأ يظهر مع الأمان مش مع التعلق المرضي. وفجأة الهدوء اللي كنت بتدور عليه يبقى غريب عليك، لأنك طول عمرك متعود إن الحب فيه قلق وشد وجذب وخوف من الفقد. فلما ده يختفي عقلك بيترجمه غلط، يقولك مفيش إحساس، مفيش شغف، يمكن مش دي العلاقة الصحية. وانت مش واخد بالك ان دي اول مرة تبقى في امان. العلاقة الصحية مش دورها تكملك ولا تديك احساس بقيمتك، هي ببساطة مراية بتوريك نفسك من غير تشويه، من غير ضغط انك تمثل او تثبت او تتمسك عشان ما تتسبش. والأول مرة بتشوف نفسك من غير خوف، مش بتتعلق أكتر ولا بتدمن الشخص. انت بترجع لنفسك، تبدأ تحبها وتفهمها وتديها الأمان اللي كنت مستنيه من بره. فلو العلاقة الهادية حاسسها مملة، اسأل نفسك بصدق، هل هي فعلا مملة ولا أنا متعود على التوتر والقلق؟